قصة النهاردة بتتكلم عن شاب تنازل عن شيء أساسي في حياته مقابل كرامته. وأهلا بكم في قناتي. والقصة النهاردة عبارة عن الكرامة أهم من أي شيء. أنا كنت أعرف شاب اسمه سامي شغال في محل موبايلات في حارة صغيرة، وكان معروف في الحارة اللي هو شاب طيب وكمان محترم. بس سامي كانت بتقابله مشكلة صغيرة، إن صاحب المحل اللي هو شغال فيه كان شايف نفسه فوق الكل، يعني بيتكلم الناس بطريقة مش كويسة وخصوصا سامي. ويوم ورا يوم سامي كان بيستحمل الراجل ده عشان هو فعلا محتاج الشغل، عشان عنده بتتعالج واخته في الجامعة. بس في يوم حصل حاجة ما كانتش متوقعة خالص، قلبت حياة سامي. لكن سامي مسكتش، رد عليه قال له انا مش هقبل ان حد يهني، انا ممكن اشتغل اي شغل تاني بس كرامتي مش للبيع. وبالفعل ساب الشغل ومشى. بس غريب، بعد شهر من غير شغل فتح صفحة بسيطة على الفيسبوك بيصلح فيها موبايلات. اول حاجة الناس بدأت تثق فيه عشان معاملته المحترمة. وبعد سنة سامي بيحقق حلمه وبقى عنده محل خاص باسمه. لكن الحقيقة هو كسب اهم حاجتين، نفسه وكرامته. والفكرة من القصة دي اللي انت ممكن تخسر شغل، ممكن تخسر فلوس، بس اياك تخسر كرامتك، لان اللي بيتهان مرة بيفضل جوه قلبه وجع ما بيروحش.